زيكو يا زيكو، قوم يا راجل هات العيش والفطار، الساعة قربت على 6. دي تيتا مفيد مرات جدو زيكو، بتحب الحواديت جدا ودايما في خناق مع جدو زيكو لأن مش عاجبها حاله. يا جدو زيكو يا جدو زيكو، أنا جبت لك المعلوم والمرة دي زيادة عن اللزوم. ده بقى غباشي، بياع وصنايع المنطقة، مش سايب حد في حاله وحشري جدا وبيتدخل في كل كبيرة وصغيرة. يا عم غباشي، عندك شيبسي بالطماطم؟ ده فرحات حفيد جدو زيكو، مش بيحب المدرسة وعايش دايما على مجهود أخته سكر. السلام عليكم يا غباشي، عامل ايه؟ اشتريت منك بسكوت امبارح وطلع مفتوح وناقص بسكوتة، يبقى خد بالك. ده مستر جبر مدرس الفصل النجيب، بيحب كل الطلاب إلا الطلاب الفاشلين، ودايما مش عاجبه تصرفات فرحات. يلا يا فرحات هنتأخر، أنا اشتريت الفطار، كده هتعجبنا. دي بقى سكر، وهي فعلا زي السكر، شاطرة وذكية وبتحب تساعد الكل، وخصوصا أخوها فرحات. وعلى فكرة هما توأم بس غير متطابق. سلام عليكم يا معلم عكوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فرحات يا ابني؟ ابقى سلم لي على جدك زيكو. ده عكوة جزار أبان عن جد، ما بيخافش من حد ودايما كلامه بالسكينة والسطور، لكن بيحترم الحق وبيعمل حساب الكبير، ودايما بيجيب حق أي حد ضعيف. يا زيكو قوم يا راجل. هو كل يوم طلبات وعيش وطابور؟ مفيش راحة في البيت ده أبدا. ده بقى جدو زيكو، عامل نفسه بيفهم في كل حاجة، ودايما جايب مشاكل لنفسه واللي حواليه، وبيعشق حاجة اسمها عسلية، ممكن يعمل أي حاجة عشان بس واحدة عسلية، ودايما في مشاكل مع مفيدة بسبب الموضوع ده. وغباشي طبعا يستغل الموضوع ده، وإنه البياع الوحيد في المنطقة، بيزود على جدو زيكو في تمنها، وكمان بيديله منها بس بطلع الروح، ومفهم جدو زيكو إن العسلية ممنوعة وصنعها حاجة صعبة دلوقتي. هو الفطار ماله لو 10 الصبح؟ مش فاهم، لازم 6 الصبح. عندك أطفال عندهم مدرسة، يلا قوم بسرعة العيال هتتأخر. حاضر، عشان خاطر العيال بس. يا مفيدة، أنا جبت العيش وحطيته على السفرة بره، هدخل أنام بقى، مش عايز أفطر. نوم إيه يا زيكو؟ مفيش نوم دلوقتي، يلا على الفطار، وبعد كده عايزاك تعمل لي حاجة. يا ولية عايز انام، ارحميني من طلباتك اللي ما بتخلصش دي. وهو انت نافع في حاجة؟ إلا من يوم ما اتجوزتك ما جبرت بخاطري بحاجة ولا عملت حاجة من نفسك. طيب اديكي عارفة اهو اني مش نافع في حاجة، سيبيني انام بقى. انت هتيجي تفطر بالذوق ولا تحب بحاجة تانية؟ خلص يا راجل، حبل الغسيل اتقطع، عايزاك تطلع الصندرة تجيب لي حبل تاني، كنت شارية واحد احتياطي شايلاه فوق في الصندرة. انا مش قادر افطر، هطلع صندرة منك لله وليا حيزبونة. الفطار جاهز، عايز تاكل اتفضل، مش عايز اطلع يلا الصندرة. مش طالع في حتة انا. طيب دقيقة واحدة ولاقيك على السفرة، وإلا انت عارف أنا متجوز امرأة من زمن آخر، من زمن الأوغاد. يا فرحات شغل الراديو، خلينا نسمع الأخبار. حاضر يا تيتا. خبر عاجل، الضحية رقم 34 للسفاح جنزير الإفل تم العثور عليها منذ قليل في إحدى الشوارع. لحظة، يوجد خبر جديد، تم العثور على الضحية 35 و36 للسفاح جنزير الإفل داخل سيارة ملاكي في إحدى شوارع المدينة. لحظة، يوجد خبر جديد، تم العثور. اقفل يا ابني الراديو ده، هم مستنيين ايه بس عشان يقبضوا عليه؟ بس يا رب يقتل المذيع الرخم ده. اتركني كي أعيش أيها السفاح، لدي الكثير من الأخبار أود أن... عليك اللعنة. خبر عاجل من قلب الحدث.
تم العثور على الضحية 40 للسفاح جنزير القفل الآن. ميت قدامي هو دلوقتي في الاستوديو. اجري يلا. الله يرحمك يا زميلي. نداء للورثة، المرحوم عليه 15 جنيه لعم سيد بتاع البوفيه، وانا جبت له سندوتش فول الصبح ما حاسبنيش عليه. يا ريت وانتم جايين تاخدوا الجثة تحاسبوا عم سيد، وحد يجيب لي سندوتش، انا على لحم بطني من الصبح ما اكلتش. تعالى يا سبعي، ده الراديو. وانت يا فرحات تعالى يا ابني، ما تخافش واطفي الراديو ده. انا هقوم انام ساعة ونبقى نشوف موضوع الحبل ده بعدين. ماشي يا زيكو، روح نام، بس عارف لو طلبت مني هدوم نظيفة مفيش، واعمل حسابك انا خبيت العسلية ومش هديك منها حاجة. ايه الا العسلية؟ ايه الا العسلية؟ مش هزار، بقولك ايه يا مفيدة، انا هطلع الصندرة بس انزل الاقي العسلية مكانها، انت سامعة؟ الا العسلية. مش هفتح الباب إلا لو لقيت حبل الغسيل، عشان أنا عارفاك هتقعد فوق شوية وتقولي ما لقيتش حاجة. يا ولية افتحي الباب بدل ما انزل اوريكي شغلك. بس اسكت انت، بدل ما اجيبك من زمارة رقبتك. يعني راجل كبير زي يقف يدور على حبل غسيل؟ ده انا طلبوني في الحبل الدبلوماسي ورفضت، ولا كان سلك تقريبا وقتها. يا سلام لو الاقي حبل المشنقة واشوفها بتتمرجح عليه وانا اقف اسقف زي الاهبل من الفرحة. قال هات لي حبل الغسيل من الصندارة بدل ما اجيبك من زمارة رقبتك. عندها مصطلحات مفيدة دي تخلي الواحد يكره الحياة ويكره اي شيء مفيد. ايه ده؟ ياه، مصباح جدي كان وصى عليه ابويا، وابويا وصاني عليه، ومفيدة الغتيتة ترميه مع الكراكيب كده، ومحتفظة قلب لمبة الجاز بتاعت امها، فاضلها شوية وتحطها جنبها على السرير. يا سلام لو تحطها على السرير وتولع وهي نايمة وانا واقف وبسقف نفس السقفة اللي فاتت زي الاهبل من الفرحة، وهي تصوت وتجري ترمي نفسها من البلكونة تقع في بير بنزين ينفجر بيها. تعالى ايها المصباح انضفك واحطك في حتة كويسة. يا لهوي، انا بقول مفيدة اللي تولع مش انا. يا لهوي، الحقيني يا ولية، حريقة، حولع، افتحي بسرعة. هو المصباح ده بيتلكك ولا ايه؟ طب اروح فين انا دلوقتي؟ مين تاني يا لا منامي وصحاني من النوم؟ ما فيش حد، ادخل نام تاني. تصبح على خير يلا عشان ما تتأخرش على المدرسة الصبح. استنى، مدرسة ايه؟ انت عارف انت عملت ايه يا ابني ولا مش عارف؟ انت امرت بخروج خادم المصباح. يعني ما هو حضرتك نتكلم بالعقل كده، مين عمل امر خروج حضرتك ان انضف المصباح تطلع؟ ما هو اي حد كده ممكن يخرجك، مفيش فيها اي تفكير ولا اي شفرة ولا اي حاجة الواحد يشغل فيها دماغه. ان انا امسح على مصباح تطلع؟ على فكرة دي تلكيكة عشان تطلع. انت بتقول ايه؟ بقول لك الحقيقة، انت لازم تقف وتتكلم مع اللي عمل لك الامر ده، تقول له انا عفريت محترم ولازم امر خروجي يكون مميز. ده انا يا راجل على ما بنخرج المعاش من المكنة نقف طابور وساعة، ده غير اضغط 1 واضغط 2 وحط الرقم السري، وفي الاخر المكنة تطلع فاضية. تيجي انت امسح شوية تراب على فانوس تطلع عفريت؟
مفيش اي كرامة ولا في اي روتين عندكم؟ روتين ايه يا ابني وكرامة ايه؟ انت مش عارف انت عملت ايه؟ انت دلوقتي لازم تحقق لي 3 طلبات والا هتموت وتختفي من الوجود. يا لهوي، انا اللي هحقق لك طلبات؟ لا حضرتك اظن اختلط عليك الامر، العفريت هو اللي بيحقق الطلبات. ركز كده واهدى وتعالى حقق لي امنياتي. حقق لك يا اخويا؟ ده كان زمان يابا، دلوقتي لازم تحقق لي 3 طلبات والا هتموت وتختفي من الوجود. بقولها لك لتاني مره، وانا هفضل معاك لحد ما تحقق الطلبات، والا هينتهي وقتك وزمانك وتختفي من مكانك. ايه الخيبة اللي انا فيها دي؟ يعني يوم ما يطلع لي عفريت يكون عايزني انا اللي احقق له طلباته؟ يا عم العفريت انا عايز افهمك حاجة، انا بقالي ساعة بدور على حبل غسيل ومش لاقيه، ففكرة ان انا احقق لحضرتك حاجة دي فكرة مستحيلة. بس انا هقولك مين هيحقق لك طلباتك، مش هسيبك كده يعني. بص تحت السقف ده في واحدة اسمها مفيدة بتحقق طلبات اي حد الا انا. روح لها وان شاء الله ما تحققلكش حاجه وتاخدها واخلص منها ومنك بالمره. مفيدة ايه يا عم؟ لا يابا، لا انا عارفها مفيدة دي. لا بص يا عمنا، مفيش حد هيشوفني ولا يكلمني الا اللي امر بخروجي، وانت يا سعيد الحظ اللي هتنفذ طلباتي، والا ما خلاص خلصنا. عرفت، مش لازم كل شويه تكرر كلامك. طيب انا دلوقتي يا عم العفريت المفروض اقول لك على اللي ما اقدرش اعمله، ولا اقول لك؟ انا هقول لك على اللي اقدر اعمله عشان تطلب حاجه في المعقول. انا بقول انك تطلب اول طلب كوبايه شاي من القهوه اللي جنبنا، وانا يا عم هحاسب لك عليها. وتاني طلب تطلب كوبايه ميه، ويكون الطلب التالت سكر بره. يلا يا عم اشرب شايك وتوكل على الله. شاي يا ابني وزفت ايه ده؟ انت ناس تقول لي هات معسل. انت لازم تجيب 3 زلطات وتحطهم جوه المصباح. تحطهم جوه ايه؟ لا مؤاخذه المصباح، عشان تحرر حارس المصباح، وانا هدلك على المكان وهساعدك تجيبه. وبص بقى العرض ده هسهل عليك المهمه وهحقق لك امنيتك لما تحرر. اظن كده الكلام واضح. يعني راعبني ومطلع عيني عشان عايز زلط في الاخر؟ عفريت اهبل صحيح. بس استنى، انت بتقول هتحقق لي امنياتي لما اجيب لك الزلط واحطه في المصباح؟ لما تحطه في لا مؤاخذه المصباح، معلش الكلام ايه لازم يبقى واضح. وبعدين ايوه يا عم هحقق لك امنيتك، ايه المشكله يعني؟ وبص بقى وهساعدك كمان وهقول لك على مكان الزلط. شفت انت عفريت بيتعامل كده قبل كده؟ اذا كان كده تمام التمام، بس الاول عايز اختبرك في طلب واشوف اذا كنت عفريت ولا لا، لان انا مستهيفك بصراحه. يعني انت شايف منظري ده وكنت قاعد جوه فانوس وطلعت، هكون ايه يعني؟ يا عم ماشي، عايز طلب ايه؟ كنت عايز حبل الغسيل عشان مفيدة قافلة عليا وحالفة ما تنزلني الا لما اجيبه. حبل ايه يا ابني؟ انت مجنون؟ انا عفريت يا ابني، انا عفريت وليا اسمي واحترامي. طب استنى، افتح يا مفيدة، انا طلع لي عفريت، انا طلع لي عفريت. بس خلاص يا عم. مفيدة ايه وبتاع ايه؟ هجيب لك الحبل، هجيبه لك حاضر. ثم انك ما ينفعش اصلا تقول لحد ان انا موجود، انا سرك يا ابني، انا عفريت. واضحه لك؟ يعني انا مش فاهم، انت جاي لي تحقق احلامك وكمان ما اقولش لحد على خيبتي الجميله؟ ايه رأيك بقى؟ وبعدين ده انا هعمل لك حاجات كتير وهغير لك حياتك. يا عم تغير ايه بس؟ اذا كنت محبوس معايا عشان حبل غسيل تقول لي هغير حياتك؟ ده انت عفريت عايز اللي يخدمك. انت بتعايرني يا اقرع؟ ماشي يا زيكو، لو عايز تطلع اطلعك، لو ده يعني اللي هيخليك تطمن. يا عم طلعني من هنا، لان شكلك هيبقى وحش وسط العفاريت انك تبقى محبوس في مصباح بيتمسح تطلع، ومع ذلك محبوس فيه. يعني محدش مسحه كل ده وفي الاخر تطلع منه تتحبس في صندرة عشان حبل غسيل. فين الكرامة؟ تصدق معاك حق. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ انا كنت بهزر يا عم العفريت. في ايه؟ يا لهوي. ايه ده؟ انا خرجت ازاي وجيت هنا؟ يا زيكو ما انا عفريت، ما هو طبيعي يعني، ما انت عارف ان انا اعرف اعمل حاجات كتير. والله ما اعرف لسه، ما قريتش الكتالوج بتاعك.
يا دوب لسه ماسح المصباح. ايه ده، انت كمان جبت المصباح معانا؟ كتالوج يا زيكو، وانا طالع لك من سخان. وبعدين المصباح ده لازم يكون معاك عشان تحط جواه لا مؤاخذه ال3 زلطات. الا قول لي بقى انت اسمك ايه، وفهمني بقى حكايه الزلط ده، لاني بصراحه مستهيفك. وانت هتستهيفني اكتر لو قلت لك اسمي، بس ما علينا. انا اسمي زبرجت، عايش في الجبال تحت الاحجار الكريمه، وانا من الجن السيد. كل جن ليه حجر كريم عايش تحت منه، وفي جن خدم لا مؤاخذه دول بقى عايشين تحت الزلط. مفيش اي جن فينا يقدر يعيش غير تحت الحجر بتاعه. لكن حصل وفي 3 من الخدم سرقوا الحجر بتاعي، وبقيت طريد، واتحكم عليا ان اتحبس في المصباح ده، ومش هقدر اخرج منه غير لما احبس فسفوس وننوس ومفقوس، ودول عايشين تحت 3 زلطات. لو حطيتهم في المصباح انا هقدر اخرج واروح بقى اعيش حياتي تحت الحجر بتاعي في التكييف، وهم هيبقوا مجبورين على الحبس في اي مصباح. يا عيني يا ابني، ده انت طلعت مطرود من بيتك وحالتك تصعب على الكافر. انا هساعدك، عارف ليه؟ ليه يا زيكو؟ عشان انا فاضي ما وريش حاجه، وعايز اي حاجه تبعدني عن مفيده. الا قولي، انت ممكن تخليني اختفي واطلع كده قدامها؟ تختفي وتطلع بس كده؟ طبعا يا زيكو. حلو الموضوع ده. تعالى بقى الاول نطلع عينيها واخد جزء من حقي منها. يا مفيدة، ايه ده؟ انت فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كأني سمعت صوت زيكو، مع اني حبسة من امبارح في الصندارة. اكيد نمت وانا قاعدة فحلمت بيه كابوس غريب. يا مفيدة، ايه ده؟ انت طلعت ازاي؟ وكنت فين؟ انت من هنا ورايح تسمعي كلامي، لاني بقيت ساحر واقدر اقلبك قرد. ولا لا، ده انا لو قلبتك قرد ابقى خدمتك كده. انا هقلبك حبل غسيل. ليه كده يا اخويا؟ ده انا مراتك حبيبتك. انت تسكتي خالص. من هنا ورايح اسمي ياسي زيكو، ياسي زيكو، وتعملي كل اللي اطلبه منك. انت فاهمة؟ فاهمة يا اخويا، فاهمة قوي، فاهمة بشكل واضح وصريح. ممكن يا سيزيكو طلب؟ لا، مش موافقلك على اي طلبات. معلش يا سيزيكو، انا هيغمى عليا. ده انت طلعت عفريت جميل، وهنعمل مع بعض احلى كلام يا بربر. انت بربر؟ الله يعرفك يا اخي، اسمي زبرجت، ولازم تحقق الطلبات. قدامك شهر والتارجت هيخلص، والا هخفيك من الوجود. لا، انا مش عارف اقول الاسم ده لحد ما نخلص المهمة المستحيلة دي. انا هسميك اقول لك حاجة كويسة. انا هسميك محسن اسهل. بقول لك ايه، تسميني محسن، تامر، علاء، اي حاجة بس نخلص. الله يبارك لك. يا اولاد الحقوني، جدكم بيطير ويختفي ويظهر. حبسته في الصندرة، طلع منها وقال لي لازم اسمع كلامه والا هيسخطني حبل غسيل. انا لازم اسيب البيت واهرب. ايه يا تيتا اللي بتقوليه ده؟ هو جدو زيكو بيعرف يعمل حاجة لوحده غير انه بياخد مننا العسلية؟ اهدي يا تيتا بس وفهميني، هو جده طلع سوبرمان؟ يعني انا ممكن اكون خارق انا كمان، اروح انط من البلكونة عشان تظهر قوتي؟ انا غلطانة اني بكلم عيال. يا ربي اعمل ايه ولا اروح فين؟ انا خلاص ما بقتش قادرة. انت يا مفيدة تعالي هنا. حاضر يا سيزيكو. روحي تاني يلا. اللي تؤمر بيه، المهم تبقى راضي عني. ولا اقولك روحي اعملي لي قهوة. لمين يا سيزيكو؟ ده انت ما بتحبش القهوة. ايوه، انا ما بحبهاش بس بحب اتعبك. يلا روحي يا محسن. انت هنا؟ ايوه يا عم، على اخر الزمن بقى اسمي محسن. موجود يابا، قول. بقولك ايه، انا عايز اجن غباشي كده زي ما جنيت مفيدة. تعالى يلا نروح. زيكو انت شكلك لعبي ولا اهبل ولا ايه حكايتك؟ بقولك ايه، مفيش وقت للكلام ده يا زيكو. لما تجيب اول زلطة ليك عندي اعمل لك اللي انت عايزه. متفقين؟ طيب، وانا اجيب اول زلطة منين دلوقتي بقى؟ ركز معايا واسمع، لان اول زلطة موجودة في زريبة قريبة من هنا. طب ما تيجي نختفي ونروح نجيبها ونيجي على طول، سهلة اهي. يا زيكو انا ضعيف وماليش اي قوة لما بقرب من الزلط ده. لازم يتحبس في المصباح عشان قوتي ترجع لي تاني، فاهم كده؟ ما هو لازم نصعب الاحداث، تختفي وتظهر لكن عند الزلط لا. ما يا عم تعالى نروح ونقفل الموضوع على كده ونخلص
ونشوف حاجة تاني نعملها. يا زميلي عندي حساسية من الزلط والله، وبعدين ما انا لو اقدر اجيبها كنت رحت جبتها انا بنفسي. انا حتى لما انت تجيب الزلط وتيجي مش هقدر اقرب منه غير لما يتحط في المصباح. خلاص قول لي يا عم مكان الزريبة دي فين وانا اروح اجيبها وخلاص. انت عارف مكانها زيكو، زريبة عكوة الجزار. عكوة؟ يا لهوي. أنا عارف إن مفيش حد في الشارع ده كله محترم غير المعلم عكوة، وفي زيك ولا في جمالك ولا جمال صوتك. ازيك يا جدو زيكو، عامل ايه؟ محتاج حاجة من المحل على غير عادتك اجيبها لك؟ لا يا معلم شكرا، أنا بس نفسي أخدمك وببلاش لأني حاسس إني مقصر معاك. تخدمني في ايه يا جدو زيكو؟ أنا جاي يا معلم لا مؤاخذة يعني أنضف لك الزريبة بتاعتك. لا العفو يا جدو، دي حاجة مش من مقامك. ما أنا هقول لك يا معلم، أنا حلفت طلاق على مفيدة ما تعملش حاجة، لو عملتها هنضف زريبة عكوة وأقعد يومين من غير ما استحمى عشان أقرفها. أنا شايف إنك تطلقها أحسن من اللي هتعمله ده. يا معلم سيبني أعمل اللي أنا عايزه، أنا نفسي أعلمها الأدب بقى. بقولك يا جدو، زريبة عندك روح وابعد عن دماغي، بس لو في بهيمة ضربتك أنا ماليش دعوة. لا يا معلم، ده أنا حنين على الحيوانات، مش شايفني بتعامل معاك إزاي؟ امشي يا جدو زيكو من هنا بدل ما ضمك لدبايح النهاردة. يا محسن يا محسن، هي فين الزلطة؟ يا محسن هي فين الزلطة؟ يا دي النيلة، هدور على الزلط وسط البيبي ده ازاي دلوقت؟ انت بتعمل ايه يا جدو؟ انت عمال تدور وتقلب كده في الزريبة ليه؟ هي دي النظافة ولا انت بتعمل ايه؟ لا يا معلم، ده بس بقيم الموضوع وبشوف هبدأ منين. تعالى يا جدو هقولك انا تبدأ منين وازاي. خلاص يا معلم، نظفت كل حاجة والبهايم بتدعيلك. انت مالك كده متبهدل كده يا جدو زيكو؟ ده لسه فاضل شغل كتير. إلهي تولع يا محسن يا رب، أنا إيه اللي خلاني أسمع كلامك بس؟ محسن مين يا جدو؟ مش قلت حلف طلاق؟ ما هو محسن ده يا معلم اللي قال لي بلاش طلاق وروح نظف الزريبة أحسن. عمل خير والله. تعالى بقى نكمل شغل، عشان في جاموسة عمالة تصرخ بقالها فترة وكشفت عليها مفيش حاجة عندها، بس الواد كرشة قال لي ان في زلطة محشورة في رجلها. ايه بتقول ايه زلطة؟ يلا بينا يا معلم، ده واجب علينا نطلع الزلطة دي بسرعة واديها لي بعدها عشان ابعدها عن الزريبة عشان ما تدخلش في رجل جاموسة تانية. يلا بينا. ايه الريحة الوحشة دي؟ انت كنت فين؟ مش قادرة. مش وقتك دلوقتي خالص، سيبيني في حالي. طيب ادخل استحمى وانا هحرق هدومك اللي انت لابسها دي. امشي من قدامي وإلا هشغل العفاريت عليكي. يا محسن انا جبت الزلطة يا حاج محسن. طيب هو محسن مش عايز يرد ولا يطلع ليه؟ شكلي كنت بحلم ولا انا مجنون ولا ايه؟ هو كان قايل لي احط الزلطة جوه الفانوس، هحطها واشوف. ايه لعب العفاريت بتاعك ده؟ كنت فين بنده عليك ولا انت هنا؟ انا كنت موجودة زيكو، بس انت فاهم يعني انا ضعيف وما اقدرش اقرب من الزلط، لان ممكن اي حد من العفاريت لا مؤاخذة يأذيني. اما انت طلعت عفريت عيل صحيح وجبان. يا لهوي، الراجل بيكلم نفسه، شكله معاه عفاريت بجد. يا لهوي يا لهوي، انا همشي لحسن يشوفني.
يا جدو زيكو، انا لو اقدر اقرب منهم كنت احتجتلك في ايه؟ ما تشغل مخك معايا. وجهة نظر برضو. طيب كده تمام، اتصرفت كويس، والزلطة لا مؤاخذة في مكانها ولا ايه كده؟ ايوه يا جدو زيكو، الله ينور عليك. هو دلوقتي محبوس وانا اقدر اطلع له لساني واقرفه في عيشته، وما يقدرش يظهر طول ما انا حارس هنا على الفانوس. بس لازم بقى حلو تجمع كل الزلط بسرعة عشان انا عايز اتحرر لان انا اتخنقت. طيب ممكن ادخل استحمى لاني مش طايقك ولا طايق ريحتي، وبعد كده نشوف موضوع الزلطة التانية ده فين. ايه ده؟ فانوس؟ الظاهر جده جايبولي عشان العب بيه. يا لهوي! يا محسن، هو راح فين؟ ايه ده؟ يا مفيدة، انت يا ولية، فين الفانوس اللي كان في الأوضة؟ والله يا سيزيكو ما شفتش حاجة. هيكون راح فين بس؟ ايه ده؟ انت ايه اللي خلاك تاخد الفانوس ده وتمشي؟ انا كنت بلعب بيه يا جدو. ده مش للعب، ده فانوس أثري بتاع جدي زيكو ال17. محدش يجي جنبه تاني لأنه ذكرى جميلة بالنسبة لي، انتوا فاهمين؟ بص بقى، أنا جبت ليك الزلطة، فلازم تساعدني أعلم واحد حبيبي قوي الأدب. مفيش أدب ومفيش قلة أدب يا جدو زيكو، مفيش وقت للكلام ده حبيبي، عشان عايزين نجمع كل الزلط اللي في الفانوس وإلا هنضيع. لا، ما هو أنا مش هكمل وأنا هفيا كده في الشارع، يا تيجي معايا اخد حقي يا مش مكمل معاك. لا تمام يا زيكو، تمام ماشي، جايلك يابا اما نشوف اخرتها، بس شرط تروح تجيب الزلطة التانية على طول. اعتبرني في الطريق اليها اهو، تعالى بس نروح مشوار. يا غباشي، يا غباشي، انا هنا يا غباشي. ايه ده يا جدو زيكو؟ ايه ده؟ انت بتختفي وتظهر ولا دي تهيؤات؟ انت عبيط؟ قول انا عبيط. ايه ده؟ انا كده فعلا عبيط يا جدو، واللي بيحصل لي ده انا اكيد بحلم، ولا الملوخية اللي عملتها مديحة فيها حاجة. يا غباشي، يا غباشي، انت هتديني كل العسلية اللي عندك، وإلا هفضل اختفي واظهر ليك في كل وقت وفي كل مكان، حتى في حمامك وفي بنطلونك. يا جدو حرام عليك، بتختفي وتظهر عشان العسلية؟ هي حولتك للراجل الخفي يا جدو، خدها وارحمني. وكمان تحترمني، واوعى تفكر في يوم من الايام حتى تخبي مني العسلية. انت فاهم ولا فاهمك انا؟ فاهم والله فاهم، والمصحف فاهم. جدو زيكو بقى الراجل الخفي، جدو زيكو بقى الراجل الخفي، الحقوني يا جدعان. يا محسن رجعه هنا بدل ما يفضحنا. انا ايه؟ انا ازاي؟ انا امتى؟ انا فين؟ يا غباشي، لو قلت لحد على اللي حصل ده هخفيك من الوجود. انا مش هنطق ولا اتكلم، بس انا كنت بجري في الشارع. انا رجعت هنا ازاي؟ ده حلم يا جدو ده ولا كابوس؟ صح، خليك مكانك ما تتحركش، انا اللي همشي من غير سلام. خلاص يا عم جدو، خدت حقك يابا وبقيت مبسوط وكله تمام. يلا بينا بقى على الطلب التاني. يلا، بس هتعمل زي المرة اللي فاتت وتخلع وتطلع عيل. انا عيل يلا مش عيل والله، بس قلت لك اللي فيها يا ابني، ما اقدرش اقرب من الزلط. يا جدو لازم تجيب الحاجات دي لوحدك. امال هساعدك وانا معاك وهدلك وهقولك وتساعدني في ايه؟ انا مش فاهم. لا ما قلت لك يا جدو على المكان وقلت لك تعمل ايه، اعمل لك ايه اكتر من كده؟ لا بتتعب، عفريت صاحب مرض وعليه ديون. ما اختلفتش عنك كتير يا عم جدو. المهم مفيش وقت للكلام ده، ويلا بينا نبدأ. اتفضل قول المكان فين، بس يا رب يطلع مكان نضيف المرة دي مش زي وشك. نضيف؟ ده نضيف جدا، ده مكان التربية والتعليم. فين؟ في مدرسة الأخلاق الحميدة. يا نهار أبيض، دي مدرسة فرحات وسكر أحفادي. سلام عليكم، أنا جد أولاد عندكم هنا.
وجاي أسأل عليهم. ممنوع. هو إيه اللي ممنوع؟ أنت هتمنعني أدخل أشوف أحفادي؟ ممنوع يا حضرة، المدير مانع فتح الباب وخروج أو دخول حد وقت الفسحة. يعني أنا عايز أفهم دلوقتي، هدخل ولا ولع فيك أنت والمدرسة والمدير بتاعك ده؟ ممنوع يا أستاذ جدو، فاضل 5 دقايق والفسحة تخلص وبعد كده مش ممنوع. ما كنت تقول من الأول، ولا لازم تحرق دم الواحد وخلاص؟ بس فهمني، هو ليه عمل كده؟ ممنوع. هو أنت يا ابني حافظ ممنوع ممنوع وخلاص؟ بقولك المدير منع الناس تدخل ليه هنا وقت الفسحة. بقولك ممنوع. إلهي يجيلك إسهال يا بعيد ويمنعوك من دخول الحمام. كل ما تيجي تدخل يقولولك ممنوع 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 لحد ما تعملها على نفسك. دلوقتي مش ممنوع، تقدر تتفضل. ابعد عني كده، وسع من طريقي، إنسان غريب. يا أهلا يا أهلا، والله المدرسة نورت. أهلا بيك يا جدو زيكو. أهلا إيه بس وزفت إيه؟ أنا واقف بره منعني من الدخول وكل شوية ممنوع ممنوع. ده كائن اللي على البوابة ده ولا مين؟ هفهمك يا جدو، بس تعالى المكتب تنورني وتشرب معايا شاي بالمرة. يا جدو بقالنا فترة كل فسحة بيحصل حاجات غريبة، والعيال بتقل للنص، وكمان المدرسين والمدرسة كأني راكبها عفريت. يعني ايه العيال بتقل للنص؟ بتهرب من المدرسة يعني؟ لا يا جدو، العيال بتروح بيتها بدري، وكل ما اسأل عيل أو مدرس يقول لي أنا مش فاهم ولا عارف روحت ازاي، فقررت أقفل الباب وقت الفسحة. والحمد لله يعني المشكلة دي اتحلت؟ للأسف لا يا مستر جبر، أنا فاهم إن عندك مشكلة كبيرة قوي، ودي سببها عمل مدفون هنا في المدرسة، وأنا هساعدك نطلعه ونتخلص منه. بجد يا جدو زيكو هتقدر تساعدنا والمدرسة ترجع تاني زي الأول؟ طبعا يا مستر، بس الأول سيبني أفهم العمل ده إيه وفين ومعمول إزاي. والله يا جدو أنا ما كنتش مقتنع بالموضوع ده، بس أنا امبارح لقيت نفسي في بيتنا وقت الفسحة ومعرفش روحت إزاي. يا عيني يا ابني، سيبني بقى أعمل اتصالاتي عشان أعرف المشكلة فين. أجيب لك تليفون يا جدو؟ لا يا مستر، دي اتصالات روحية مش تليفونية. استنى يا جدو، أسيبك أنا لوحدك لأني مش بحب حد يتصل بحد قدامي. في إيه يا جدو؟ في إيه؟ يا لهوي! استنى عندك لا تولع، اوعى تتحرك من مكانك. في ايه يا جدو؟ في ايه؟ عارف، يعني الموضوع في الزلطة دي. ماشي شكرا، يبقى سلملي على امك. يا جدو في ايه؟ هو ده الاتصال؟ خلاص يا مستر جبر، انا عرفت الحل، بس عايز مساعدة كل الناس معايا. ايه المشكلة يا جدو؟ كلنا معاك وانا اولهم. المشكلة إن عندك العمل ده عبارة عن طلاسم موجودة على زلطة، والزلطة دي جوه المدرسة، لازم أخدها أنا بنفسي وأطلعها بره المدرسة. أنت متأكد يا جدو زيكو من الكلام ده؟ يا مستر لسه المعلومات جايالي دلوقتي، وبعدين أنت هتخسر إيه؟ جرب وهتدعيلي. معاك يا جدو، شوف عايز تعمل إيه. يلا بينا ندور كده في المدرسة، وخلي كل اللي شغالين يدوروا معايا على الزلطة دي. حاضر يا جدو، يلا بينا. يا جدو مفيش ولا زلطة جوه المدرسة. معقول يا جدو؟ أنا مستغرب إزاي؟ ما هو مفيش حاجة بالساهل، أنا عارف. هو في حاجة هتيجي بالساهل؟ يا مستر أنا متأكد إن هنا في زلطة. طيب نكمل وندور تاني. لا يا مستر، اسأل الناس اللي شغالة هنا كلها، حد شاف زلطة في أي مكان؟
ماشي يا جدو، مش قلتلك يا جدو في حاجة غريبة؟ حوش المدرسة كان مليان زلط، دلوقتي مفيش ولا زلطة فيه. ما هو أنا متأكد يا مستر جبر إن في زلطة هنا في المدرسة. إحنا دورنا وسألنا كل اللي هنا، هتكون فين يعني يا جدو؟ لا، في واحد ما تسألش ولا شايفه واقف معاكو، الأستاذ ممنوع اللي مرزوع بره ده على البوابة. هو فين؟ هبعت أجيبه ليك حالا يا جدو ونشوف. عايز ايه يا مستر؟ شوف يا جدو زيكو عايز ايه. اسمعني وافهم كويس يا عم ممنوع، انت شفت زلط هنا في المدرسة؟ ايوه يا جدو، في كتير. الحمد لله. فين بقى؟ في العواميد والسقف ده. انا هنا من وقت ما المدرسة كانت ارض فضاء. انا عارف انك هتفقدني عقلي واعصابي وتتعبني وتشلني. يا ابني ركز، عايز زلط مرمي كده على الارض بعد البنى. ايوه يا جدو، في بعد ما البنا خلص فضل نقلة زلط، بس المهندس جه اخدها وحتى اداني 5 جنيه. هو انت عارف اني ممكن اتشل في السن ده عادي وممكن تجيلي جلطة؟ يا ابني انا عايز افهم بس، اوصل لك المعلومة ازاي مش عارف. افتح مخك واحط ورقة جواها فيها الكلام اللي انا عايزه. انا مش غبي يا جدو، اتكلم على طول وانا هفهم. اقول لك على حاجة طيب، في زلط شفته في خلال شهر او سنة مثلا في الوقت ده؟ لا يا جدو، انا بلم اي حاجة ممكن تضر الاطفال وارميها. انت رميت كل الزلط، بس في زلطة لا لسه موجودة هنا. ممكن تكون فين بقى؟ فكر. تصدق فكرتني يا جدو، انا عندي زلطة بحطها تحت الباب علشان الهوا بيقفله. هاتها دي بسرعة، يمكن تكون هي. لا، وانا ايه اللي هيسند الباب؟ بقول لك الهوا بيقفله. روح هاتها وانا هقف امسك الباب بنفسي، ارحمني وامشي. اهي هي دي. الحمد لله يا مستر جبر، المدرسة دي هتبقى في امان بعد كده. يا ريت يا جدو يا ريت. هتشوف وتعرف يا مستر، من بكرة كل المشاكل الغريبة دي هتختفي تماما. غباشي اطلع احسن لك، انا شايفك والا هجيلك انا. جد زيكو يا حبيبي، معلش ما خدتش بالي، انا كنت في ايلولة. هات 4 عسلية ولا اقولك خليهم كيس وهاخدهم منك بسعرها الطبيعي. والله يا جدو ما عندي غير 5 وخدهم ببلاش. يا جدو تسعيرة ايه بس؟ انا بقول يا غباشي ابعتلك العفاريت تشوف عندك ولا مش عندك. لا يا جدو، ده انا بكلمك في الطلبية القديمة، الجديدة بقى لو عايز اجيب لك منها. قلت لي عايز كام كيس؟ هو كيس واحد، وكل يوم هعدي عليك اخد منك اللي انا عايزه، انت فاهم؟ تحت امرك وتحت امر عفاريتك يا جدو، ده انا خدامك، بس ابعدهم عني. دلوقتي بقى معايا الزلطة التانية، محسن مش هيظهر طول ما هي معايا. ما انا ممكن اطلع الزلطة الاولى بره الفانوس وبكده اخلص من محسن ده للابد، لانه مش هيقدر يظهر طول ما الزلط ده بره الفانوس. انت عارف ان بينا عهد، وانت خالفت العهد ده وجزائك هيكون الموت. انا ما عملتش حاجة. انا ما عملتش حاجة، انا لسه كنت هحط الزلطة جوه الفانوس، بس انا كنت برتاح شوية يا محسن. مش كده احنا اصحاب. انت بتكذب يا زيد، تكذب ونهايتك هتبقى على ايدي. يا لهوي. ما كانش يومك يا زيجو. تصرفاتك ما كانتش عجباني، لكن انت ما تستاهلش يحصل لك كده ابدا، ده انت عشرة عمري. يا تيتا، هو ايه اللي حصل لجدو ده بجد؟ انا مش مصدقة. ومين فينا مصدق من الصدمة؟ يا زيجو، على اللي جرالك. الحمد لله الحمد لله.
ايه ده؟ كان حلم؟ لا، ده كان كابوس مرعب كمان. انا لازم احط الزلطة دي بسرعة. سامعة يا بنتي؟ اهو بيتكلم مع نفسه كده على طول ودماغه راحت خالص. يا عيني عليك يا زيكو. يا تيتا، يمكن يكون محتاج لدكتور، ما هو لازم نشوف حل ونتكلم معاه. وهو حد عارف يتكلم معاه؟ ده راكبه عفريت، بيظهر هنا ويختفي هنا ويصرخ ويزعق. ده خلاص راح زيكو خلاص. كل حاجة وليها حل يا تيتا، إن شاء الله نروح بيه للدكتور وهيبقى كويس. الله ينور عليك يا جدو زيكو. طب يا عم انت طلعت كويس اهو وذكي وبتعرف تعمل المطلوب منك بالحرف. انا تعبت يا محسن، ممكن اخد يوم ارتاح فيه لاني اعصابي مش مستحملة وخلاص، مش فاضل غير زلطة واحدة بس. طب ما هو ما فضلش الا زلطة يا جدو زيكو، ما تستحمل الموضوع وخلاص، هو قرب يخلص كده كده. لما نخلص بقى ارتاح براحتك. لا يا محسن، انا فعلا محتاج ارتاح. اول مرة تتكلم معايا وانت مكسور بالشكل ده يا جدو. ايه اللي حصل لك يا جدو؟ في ايه يا عم مالك؟ هتقلقني عليك. انا حلمت حلم كده خوفني، وحسيت ان العمر ده ممكن يروح في اي لحظة، وانا مش عايز اموت وفي حد زعلان مني. ممكن طلب تيجي معايا نصلح اللي عملناه في مفيدة وغباشي ونراضيهم؟ الله، ده انت جاي تتعبني معاك يا زيكو. يا عم ماشي نصلح اللي احنا كسرناه، بس ازاي؟ انا هفهمك ازاي، يلا بينا. عاملة ايه يا سكر يا بنتي؟ وانت يا مفيدة كويسة؟ انت لسه خايفة يا مفيدة؟ عارفة انت خايفة ليه؟ عشان انت طيبة وعلى نيتك. ده كله خداع انا اتعلمته عشان اخوفك بيه. خدع ايه يا زيكو؟ ده انت يا راجل بتكلم نفسك ليل نهار وطول اليوم برا البيت، وتدخل على الأوضة دي ما تطلعش إلا على الشارع. بقالك أسبوعين متغير خالص. يا مفيدة، أنا هقولك الموضوع بس من غير أي استغراب. اتفضل قول. أنا بصراحة مش لاقي شغل وعندي وقت فاضي كتير، فحبيت أتعلم مهنة السحر عن طريق خفة اليد وحركات كده تخلي الناس تصدق إني ساحر، وهي دخلت عليك اهي وصدقت يا طيبة. يعني انت بتتعلم شغلانة جديدة وما لقيتش إلا الشغلانة دي؟ لا يا زيكو لا، ابعد عنها. طيب يا جدو، انت بتتكلم مع نفسك جوه الأوضة كتير كأنك بتتكلم مع حد. أنا ببقى عارف إنكم بره، ودي حاجات من الخداع بتاعي عشان تصدقوا بقى إن أنا معايا عفريت، وديني عرفت أضحك عليكم كلكم. الحمد لله يا جدو إنك بخير، وده المهم. بلاش يا زيكو موضوع السحر ده، وارجع زيكو بتاع زمان. خلاص يا مفيدة، أنا مش هشتغل في الموضوع ده ولا هشتغل في حاجة. أنا عايز أعيش معاكي في هدوء، أنا وإنتي نعمل كل حاجة سوا مع بعض. إنتي تعبتي وأنا هساعد معاكي في شغل البيت بعد كده. الله الله، لا كده كتير يا جدو، أنا كده ماليش وجود في الجو الحلو ده. أمشي أنا بقى؟ لا، أنا اللي همشي عشان عندي مشوار مهم وراجع على طول. إيه يا غباشي، عامل إيه؟ محضر لك العسلية يا جدو وكله بالتسعيرة. أنا خلاص قررت ما بيعش أي حاجة غير العسلية وبس. انت صدقت يا غباشي اني ساحر ومعايا عفريت؟ انا عرفت اضحك عليك بسهولة كده وانت عامل مفتح على الفاضي. تضحك على مين يا جدو؟ ده انا شايفك بعنيا. ما هو ده الخداع البصري يا غباشي، انا اتعلمته وقلت اجربه فيك. خداع بصري ازاي يا جدو؟ يعني انت مش ساحر ولا معاك عفاريت؟ لا يا غباشي طبعا، يعني أنا لو ساحر أو معايا عفريت كان زماني بقيت غني
واطلب من العفريت فلوس، مش هجيلك اخد منك عسلية بالتسعيرة. تصدق يا جدو انا صدقت ودخلت عليا. ده انت عليك حاجات يا جدو زيكو. هتديني العسلية بقى ولا امشي؟ وانا اقدر يا جدو امشيك زعلان؟ خد لك واحدة بس بضعف السعر بس. ازيك يا معلم عكوة، عامل ايه؟ اتمنى تكون مش زعلان مني في حاجة. الحمد لله يا جدو. ازيك انت عامل ايه؟ وهزعل منك في ايه بس يا جدو؟ ربنا ما يجيب زعل. الحمد لله يا معلم، طمنتني. غريبة قوي جدو زيكو النهاردة، يا رب يكون بخير. يا جدو والله المشوار ده غسلني من جوه. خلاص يا جدو اديني مشيت وما عملتش معاك اي حاجه زي ما اتفقت معاك بالظبط. حليت اهو كل مشاكلك لوحدك. ندخل بقى على المهمه التالتة والاخيره عشان نخلص بقى ولا ايه؟ تمام يا محسن، يلا بينا نبدأ. بس يا ترى مكان الزلطة الأخيرة فين المرة دي؟ حبيب قلب محسن، الزلطة الأخيرة موجودة عند السفاح جنزير القفل. أنا عارف إنها مش هتخلص على خير. يا لهوي، بتقول مين؟ جنزير القفل مرة واحدة؟ عند السفاح جنزير القفل. يا لهوي. يا لهوي، بتقول عندي مين؟ السفاح جنزير القفل. السفاح اللي مفيش حد عارف يوصله ولا حتى الحكومة؟ ايوه هو يا جدو. وعايزني انا بقى اعرف طريقه واروح له، اللي هو الناس كلها بتهرب منه. انا بقى هروح ليه برجلي زي فرخة رايحة محل مشويات بنفسها. لا يا جدو ما تخافش، في ايه يا عم؟ قلت لك انا معاك. وبعدين يا سيدي انا عارف طريق. عارف طريق السفاح جنزير القفل وساكت؟ طب ما تبلغ عنه ونخلص ونروح نجيب الزلطة لما يتقبض عليه. سهلة اهي. لا يا جدو معلش، انا عفريت محترم ما اقدرش اتدخل في حياة حد. وبعدين اصلا محدش يقدر يكلمني ولا يشوفني غيرك. ما هو من بختي المناي يطلع لي عفريت عليه اقساط ومطرود من بيته. يلا الحمد لله. المهم هتموتني ازاي بقى؟ لان انا مش هروح عند سفاحين. لا يا جدو انت بتعايرني ولا ايه؟ صوت ايه يا عم؟ يا جدو ما تخافش، وعشان تطمن خد معاك حد يشجعك، وهقول لك تروح في وقت ما يكونش فيه السفاح موجود. حياتك برضو مهمة عندي يا جدو. اخد معايا مين عشان اروح لسفاح؟ هو انا رايح الملاهي يا عم انت؟ لا مستحيل اسمع كلامك ابدا. غباشي عايزك معايا في مشوار مهم بالليل، فاضي؟ والله يا جدو على حسب الموضوع. في مصلحة فاضي، مفيش ابقى مشغول. ده في مصلحة، ومصلحة انت بالذات تستاهلها قوي. حبيبي يا جدو يا بتاع المصالح انت. ابقى فاضي ومستعد للانطلاق. اتفقنا، يلا اقابلك بالليل. انا في انتظارك يا جدو من بدري، ما جيتش لي قبل الميعاد. يا غباشي انا جاي بدري، انت اي مصلحة تيجي فيها اول واحد كده. بس اقولك ربنا يجعل المصلحة دي من نصيبك وحظك يا رب. اللهم امين يا جدو. يلا بينا بقى. استنى يا غباشي، في حد مهم جاي معانا. حد مين يا جدو؟ ما كنت انا صدقت وانا اولى بالمصلحة لوحدي. بلاش تستعجل، اصبر بس. ازيك يا جدو؟ عامل ايه يا غباشي؟ يلا يا جماعة جاهزين نتحرك؟ بص بقى منك ليه، احنا رايحين ناخد حاجة من واحد واخدها مني، واي حاجة عايزينها انا هديها لكم. وايه دوري في المصلحة دي يا جدو؟ كمالة عدد يا سيدي. عايزك تبقى واقف كده كأنك شخص قوي زي البوديجارد كده،
والمعلم عكوة هيتصرف ويعلق اي حد يعترض لينا. يعني مش كنت تقول لي يا جدو زيكو كنت لبست بدلة عشان ابقى طبيعي؟ على العموم انا جايب معايا نضارة شمس. نضارة شمس بالليل يا اهبل؟ ما هو البودي جارد يا جدو بيلبسوا نضارة شمس وسماعة كده يا جدو، مش عارف ليه بس هي اكيد وجاهة. انا عارف ليه، بس انا هسيبك اهبل زي ما انت كده. الا صحيح يا جدو، هما ليه بيلبسوا نضارة الشمس دي بالليل؟ يعني من غير زكاوة، عشان لو حد ضرب في وشه كشاف نور مش هيشوف، فيلبس نضارة مخصصة لكده عشان يقدر يشوف بالليل. العلم حلو والله يا جدو. يلا بينا بقى، عشان لو اتأخرنا ممكن حد يجي، ولو جه هيعمل مننا شاورمة بني آدمين. ده مين ده اللي يقدر يقرب لك وانا موجودة جدو؟ مش عايزك تسخن كده يا معلم، ويا رب تخلص على خير. بس انا مش هضرب حد الا لما تقول يا جدو، عشان خاطرك بس. ربنا يكملك بعقلك وفشتك ولحمتك يا معلم. سيب لي الطلعة دي يا جدو، انا هواية عندي فتح الشقق. هواية ولا شغلانة؟ تلاقيك سارق نص شقق المنطقة. هزارك ده اللي محببني فيك يا جدو. انا المشكلة اني مش بهزر معاك وبتكلم جد يا حرامي المنطقة انت. اتفضل يا جدو زيكو، الشقة بتاعتك دلوقتي. ايه يا جدو؟ انهي بقى حاجتك اللي انت عايزها من الشقة دي؟ وطي صوتك هتكشفنا. طب يبقى حد بس يظهر ولا حد يجي وانا هطلع لك عظمه في ناحية ولحمه في ناحية. اسكت ابوس ايدك، انت عارف دي شقة مين؟ يعني هتكون شقة مين يعني؟ جنزير القفل السفاح؟ ايوه هي شقته يا ظريف. والله يا جدو انت دمك خفيف وعندك حس فكاهي بيضحكني. انت بتقول ايه يا جدو؟ جنزير القفل بنفسه؟ انت مجنون يا جدو، جايبنا في شقة السفاح. يلا بينا بسرعة من هنا. ايوه يا معلم، انت دلوقتي جوه شقة جنزير القفل، وطي صوتك بقى. انت مجنون يا جدو، جايبنا في شقة السفاح. يلا بينا بسرعة من هنا. اثبت كده يا معلم وتعالى ناخد الحاجة ونمشي بسرعة. ما تخافش، هو مش هنا دلوقتي. ما خافش ايه يا جدو؟ ده سفاح، يعني اللي بعمله في البهايم هيتعمل فينا. خليك راجل يا معلم. وانت يا غباشي مالك؟ مش بتتحرك ولا بتتكلم ليه؟ ايه ده يا جدو؟ هو بجد، هو بصحيح، هو انا في بيت جنزير القفل. يا لهوي يا لهوي على نهايتك السودا يا غباشي. يا غباشي اسكت بقى وتعالى منك له نخلص قبل ما يجي ويلاقي اجمل مصلحة، 3 جثث جاهزين على الشغل، وعمال تقول لي مصلحة مصلحة، وربنا يجعلها من نصيبك. احي يا جدو احي. اسكت بقى، هتسمع بينا الناس، خلينا نمشي من هنا بقى. دوروا معايا على زلطة صغيرة كده موجودة هنا ولا هنا. زلطة؟ جايبنا بيت سفاح عشان تجيب زلطة؟ يلا نمشي وانا اجيب لك عربية زلطة جدو على حسابي. يعني بعد كل اللي عملته ده يما اموت عشان زلطة؟ احي يا جدو. اثبت منك له بقى ودوروا كويس عشان نمشي من هنا ونخلص. احلى كلمة، عشان نمشي من هنا بسرعة، عشان انا عملت حاجة على هدومي ولازم اغير. خلاص الحمد لله لقيت الزلطة، يلا بينا بسرعة من هنا. ايه ده انتوا مين؟ ازاي دخلتم هنا في بيتي اللي محدش يعرفه؟ انا جنزير القفل، بيتي انا يتسرق؟ ده انا هقتلكم كلكم قدام بعض علشان تسلموا على بعض وانتم بتموتوا. والله يا معلم سفاح بيه انا بحبك، حتى انا اديتك 5 جنيه امبارح تفطر بيها. بلاش تفكروا يا جدو، عشان انا خدتها منه امبارح لما انت مشيت. يا لهوي سرقت السفاح.
يا معلم سفاح بيه، ابدأ بيه بقى عشان هو يستاهل هذه البداية الرائعة. أنا اللي دوخت الحكومة، أنا اللي مشيب البلد كلها. شوية عيال زيكم تعرف مكاني. أنا هقطعكم حتت وارميكم للقطط. أنا اتغفلت، أنا اتغدر بيا. أنا قلت إن فيك حاجة غلط من الأول، فخفت عليك ومشيت وراك. أنا لو حلفتلك إني جاي أخد زلطة وأمشي هتصدقيني؟ أكيد لأ. بلغ البوليس يا معلم عكوة بسرعة قبل ما يفوق ويموتنا. حضرتك سفاح على نفسه، ده أنا مسكته بس بإيدي كده عيط وعملها على مؤاخذة على نفسه، وقلت له لعيب، مفيش سفاح بيعيط، قوم اغسل وشك كده وغير هدومك، أنا مش هعمل لك حاجة، أنا هسلمك للبوليس بس. ياه، قد كده انت بطل وقوي، ما خفتش يهرب منك؟ حضرتك هو يقدر يعمل حاجة غير اللي أنا قلت له عليها؟ ده أنا عكوة المعلم الكبير، كبير المنطقة دي كلها. ياي، حضرتك بطل قوي وشجاع جدا. هو يا جدو مش احنا كنا معاه؟ مفيش حد عامل معانا لقاء ليه؟ ولا اداني 5 ورقات حتى عشان اشبرق نفسي؟ معلش، كل واحد بياخد نصيبه، وانا عارفك ما بيهمكش حاجة الا الفلوس، وانا يا عم هديك فلوس. حبيبي يا جدو، انا مش عايز الشهرة، انا عايز الفلوس. اخيرا يا جدو زيكو، اخيرا انا حر واخدت حقي، وحاضر بقى ارجع تاني لبيتي وحياتي وحجري. اخيرا يا محسن، الحمد لله تمت المهمة وبنجاح. اقدر اطلب منك بقى الامنيات بتاعتي. تفتكر اطلب قصر ولا كنز ولا ابقى سلطان احسن؟ قصر وكنوز وسلطان ايه يا جدو؟ ما نتكلم بالعقل برضو شوية. يعني انا واحد عايش في فانوس وهسيب الفانوس ده ارجع اعيش تحت حجر، عايزني بقى اسكنك في قصر واديك كنوز واخليك سلطان؟ ما كان العفريت نفع نفسه يا جدو. منها لله والله الافلام اللي دخلت في دماغكم حاجات عايزه الحرق. تصدق حجة مقنعة فعلا. ازاي عفريت ساكن في مصباح يخلي حد يسكن في قصر؟ معلش، الافلام بتضحك علينا، بس انا طلع عيني الم لحضرتك في زلط. مش معقول هعمل كل ده ليك ببلاش يعني. لا ببلاش يا زيكو، عيب عليك. قول انت بس انت عايز ايه كده وانا تحت امرك. اي حاجة سحرية منك كده تغير حياتي للأحسن. اكيد عندك حاجة تديهالي، مش معقول يعني هتمشي كده. والله جدو كان على عيني، بس مش انا يعني، ده ابن خالتي هو اللي بيحقق الامنيات بقى. لما يطلع لك يبقى اقول له. بس انا هقول لك على حاجة حلوة، انت حافظ على الفانوس وعلى الزلط اللي جواه، واطلب من الفانوس اي حاجة تتمناها هتلاقيها قدامك. بس لو الزلط ده خرج بره الفانوس يا زيكو، ممكن تسيبك لعنة من العفاريت ال3، ومش عايز اقول لك بقى على العفاريت ال3 دول. كنت عايزك ما تنسانيش بقى، وتبقى تعدي تزورني كل فترة والتانية. اكيد ابو الزجازيك، وانا برضه هتوع عنك يا جدع، ده احنا بين اصحاب وعشرة عمر وبيننا زلط واكل وعيش وملح، وانا عمري ما انسى اصحابي ابدا. مع السلامة يا محسن، وخد بالك من نفسك يا ابني. مع السلامة يا جدو زيكو، مع اني اصلا ما اسميش محسن، بس ماشي، مع السلامة يا عم. هو الجميل النهاردة عامل اكل ايه؟ ومحتاجة مساعدة في ايه بقى؟ أنا عارفة إنك مش نافع في حاجة، ولا أنا عايزك تعمل لي حاجة. أنت كده دايما مستهتر. يانا ما كنت قاعدة في حالي، لازم تيجي وتبوظ الدنيا كده. اتفضل من هنا، خليك برا. أنا تعبت منك ومن مشاكلك، ارحمني شوية وسيبني في حالي. هو أنا فاضية لكل شوية كسر وخبط ونضفي يا مفيدة؟ ما هي مفيدة دي الخدامة اللي جايبها لك أبوك. الحياة مش محتاجة عفريت يحقق الأمنيات، لا، محتاجة عقل يحل المشاكل ويفكر في كل حاجة.
ببساطة، لأني لازم أعيشها ببساطة. اهدى، هو حاطط زلط جوه الفانوس ليه؟ مش المفروض يتحط شمعة؟ عليك يا زيكو وعلى تصرفاتك،